السلام عليكم ورحمة الله. أكمل معاكم طريقة الكيكة اللي حسويها. أحط صحن أصغر من حجم الكيكة، لو عندك أصغر من كده كمان أحسن برضو. خلاص، وأقصها بالتساوي كده أطراف الكيكة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقصها كامل وأرجع لكم. شايفين قطعتها بهذه الطريقة، وأفرغها، أشيل الكيكة من الوسط. لا توصليها لآخر الكيكة، لا كده نصها، يعني لا تدخلي السكينة على النهاية، خليها نصها فارغة، نص الكيكة مو كلها. شايفين بهذه الطريقة. بعدين جيبي ملعقة وفرغيها، لا تفرغيها على النهاية زي ما قلت لك، شوية حاجة بسيطة كده، 3/4 تكون مليانة. شايفين كيف فرغتها؟ أول شي قطعتها بالسكين، بعدين بالملعقة بشويش على مهلك تشيليها كده شوية شوية، تحطها في الخلاط. أحط هنا في الخلاط ملعقة بودرة كاكاو وكاسة حليب، وأحط عليه كمان حليب نستلة نص العلبة، وعلبة قشطة أو نص العلبة قشطة حسب الكمية اللي عندك، حسب الكيكة. أنا أحط نص علبة قشطة، وأحط نص علبة نستلة وأخلطهم. أحط الكميات اللي خلطتها على وجه الكيكة كده، أعبيها لين تتغطى. أنا صارت معايا شوية سايحة عشان كترت الحليب السايل، انتي حاولي تقللي تخففيه شوية. ولو عندك ظرف دريم ويب حطيه كمان، أنا ما لقيت بس مشيت حالي. بعدين دخليها الثلاجة لين تبرد، وبعدين زينيها زي ما تحبين. ممكن تحطي على وجه بسكوت مطحون ناعم، أو تحطي بودرة الكاكاو، أو زي هذه الحلويات الصغيرة، أو شوكولاتة حسب رغبتك، أو فليك، كله يصلح. وانتهى الحلا. كيكتنا الجميلة الحين أدخلها الثلاجة لين المغرب، ساعة ساعتين كده، وبعدين نقطعها. وانتهى الحلا. كيكتنا الجميلة الحين أدخلها الثلاجة لين المغرب، ساعة ساعتين كده، وبعدين نقطعها. وانتهى الحلا. كيكتنا الجميلة الحين أدخلها الثلاجة لين المغرب، ساعة ساعتين كده، وبعدين نقطعها.